المقادير: 2 كوب دقيق، 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر، 1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا، نصف ملعقة صغيرة ملح، نصف كوب سكر، ربع كوب سكر بني، نصف كوب زبدة غير مملحة في درجة حرارة الغرفة، 1 بيضة، 1 ملعقة صغيرة فانيليا، نصف كوب حليب، 1 كوب زبدة غير مملحة في درجة حرارة الغرفة، 1 كوب سكر بني، 1 ملعقة صغيرة قرفة. طريقة التحضير: تحضير العجينة: في وعاء كبير اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح والسكر البني. في وعاء آخر اخفقي الزبدة حتى تصبح ناعمة. أضيفي البيضة والفانيليا واخلطي حتى تمتزج المكونات. أضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى خليط الزبدة مع التقليب حتى تتشكل عجينة. أضيفي الحليب واخلطي حتى تصبح العجينة ناعمة ومتماسكة. غلفي العجينة بورق النايلون وتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل. تحضير الحشوة: في وعاء صغير اخفقي الزبدة والسكر البني والقرفة حتى تصبح ناعمة. تشكيل السينابون: سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية. افردي العجينة على سطح أملس مرشوش بالدقيق إلى شكل مستطيل بسمك نصف بوصة. وزعي الحشوة بالتساوي على العجينة. لف العجينة على شكل رول. قطعي الرول إلى قطع بسمك 1 بوصة. خبز السينابون: رصي قطع السينابون في صينية خبز مبطنة بورق الزبدة. اخبزي السينابون لمدة من 20 إلى 25 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيا. دعي السينابون يبرد قليلا قبل تقديمه. نصائح: يمكنك استخدام أي نوع من الحشوة التي تفضلها مثل الشوكولاتة أو الفواكه أو المكسرات. يمكنك إضافة قشور البرتقال أو اللوز أو الفستق الحلبي إلى العجينة أو الحشوة للحصول على نكهة إضافية. يمكنك تزيين السينابون بالسكر البودرة أو الشوكولاتة السائلة أو كريمة الخفق. لجعل السينابون مثل الجاهز، استخدمي دقيقاً عالي الجودة. تأكدي من أن كل مكونات العجينة في درجة حرارة الغرفة قبل البدء في التحضير. لا تبالغي في العجن، فقد يؤدي ذلك إلى جعل العجينة قاسية. لا تخبزي السينابون أكثر من اللازم، فقد يؤدي ذلك إلى جفافه. لجعل السينابون اللذة، استخدمي زبدة عالية الجودة. أضيفي القليل من السكر البودرة إلى الحشوة. ادهني السينابون بالزبدة الذائبة قبل الخبز. قدمي السينابون ساخنا أو دافئا.